عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. دايما كده زي دي مش خاسين. بصوا بقى، بسم الله ما شاء الله. عامله لكم بقى ايه ده؟ يعني العصاج الاقتصادي ده، حاطه بصل كتير وجزر وفلفل وكل حاجه. بسم الله ما شاء الله. من كيلو لحمه عملنا 4 اطباق كبيره يعني يربع 4 صواني. وعملنا اللي بالفراخ. بصوا جميل ازاي، زي العسل. واقتصادي، وهيبقى الحاجه عندك في الفريزر، مش هتقعدي كل شويه تقعدي تخرطي بصل ومش عارفه ايه وكل حاجه. لا، الحاجه في الثلاجه حلوه. صباح الورد عليكم، صباح الياسمين، صباح كل حاجه حلوه. متنسوناش بقى في اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس. تعالوا نقول لكم عملنا العصاج الاقتصادي. هنعمل بقى بفراخ بتاع مكرونه بشاميل، هنعمل بيه رقاق باللحمه، هنعمل بيه اي حاجه هنعملها بيبقى عندنا ايه موجود. كيلو لحمه هحط عليه كيلو بصل، عليه حوالي 5-6 فصاص توم، احط عليه ربع كيلو جزر او نص كيلو عادي. لو نص كيلو برده مفيش مشكله، الجزر بيخليه مسكر وزي العسل. وقرن فلفل اخضر وقرن فلفل احمر اللي موجود. والبهارات بقى فلفل اسمر وحبهان اللي هم ايه تحبيه. معلقه بابريكا، معلقه ملح، معلقه سكر، معلقه صلصه. يلا اضرب بصوا يا جماعه، سخنت حطيت يعني معلقه زيت كده وسخنتها جامد واروح حاطاها. مش قاعده اقلب فيها، اسيبها كده على نار عاليه لما اقعد ايه تاخد لقمه كده وتقلبه. معلقه خل. بصوا عشان انا حطاها على نار عاليه، معلقه خل دي عشان ايه؟ عشان انا حطاها على نار عاليه مع ان انا مطلعاها من الفريز، مع ان بصوا مش عامله ميه خالص. لو انت حطيها على نار واطيه هتبص تلاقي ايه نزلت الصوص اللي فيها كده وبقى مش حلو. معلقه الخل دي مش من الزفاره، بتخليها بقى مفلفله. على نار عاليه كده وايدكم فيها على طول. مفلفله ازاي؟ معلقه الخل دي بتخليها مفلفله ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. هنحط بقى فلفل اسمر وحبهان وجوز الطيب وبابريكا. البابريكا دي بتخليها ايه لونها حلو. معلقه ملح، ما تكتروش ملح، معلقه سكر برضو جميله. نحط ايه البصل بقى، كميه البصل بسم الله ما شاء الله على البصل. بصوا بصل قد ايه، اكتر من اللحمه. هقلبها وارجع لكم. فصين الثوم مع قرنين الفلفل. نحط بقى الجزر. انا بشراه على فكره، ما ضربتوش في فلفل اخضر. بصوا يا جماعه، ده العصاج بتاع ايه بتاع الفراخ. هنحمر البصله الاول وبعدين نحط عليه على الطاسه الصينيه كده عشان نقلب فيها ده على الوش طول. بتاعها ايه على قعر الصينيه كده. بس يا حبايبي، بعد ما حطيت معلقه الصلصه وشربتها، بصوا بسم الله، نحط لها بقى يجي نص كوبايه ميه تستوي فيها كده. نسيبها بقى على النار هاديه تشيل وتاخد معاها كده عشان ايه يستوي كله مع بعض. ماشيه منا صوتي عالي، هوطي عليها وما تستوي نزل. برضو معلقه خل صغيره كده عشان ايه زفرت الفراخ وتخلي بقى الفراخ مفلفله وحلوه. بصوا يا حبايبي، نحط برضو معلقه ثوم مع ايه نفس البهارات، فلفل اسمر وحبان وجوز الطيب وبابريكا والملح. هنزود عليها ايه بهارات فراخ، نص معلقه كده صغيره ايه بهارات فراخ. هنقلب بقى ونجيب الجزر وكله ونقلب، بس نشوحها مع بعضيها كده ونرجع. وده هطفي عليه بقى. بصوا يا بنات، عصاج اللحمه، بصوا شايفين الصينيه ما فيهاش حاجه، عشان انا حتى يا دوب كانت حبه زيت صغيرين. هكتر ليه زيت بيبقى عايم بقى يجي كده في المكرونه بيبقى مش حلو. بصوا مفلفله ازاي وجميله. بصوا العصاج عامل ازاي جميل. بصوا يا جماعه، نحط لها ايه يجي نص كوبايه ميه كده سخنه، لازم يكون ميه سخنه. نسيبها بقى ايه تاخد وتدي فيها كده. بصوا زي التانية. بسم الله ما شاء الله عامله ازاي. الشكل النهائي بتاع العصاج الاقتصادي. عملنا اللي بالفراخ وعملنا اللي باللحمه. بسم الله ما شاء الله، الاثنين اطعم من بعض. عملنا يعني ما شاء الله من كيلو لحمه عملنا 4 طباق كبيره دي على فكره، من اللي هي 2 كيلو ونص. يعني الطبق طبق حاطه فيه جزر كتير وحاطه فيه بصل وحاطه فيه فلفل الوان وحاطه فيه حاجات كتير. وعامله برده اللي هو بالفراخ. جميل 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 جميل.
صباح الورد عليكم، صباح الياسمين. ما تنسوناش بقى في اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله.